يا مساء الخيرات والمسرات على أحلى متابعين. حكايتنا النهاردة عن فيلم مثير للنجمة نبيلة عبيد. هو فيلم رحلة العجايب. عاوزين تعرفوا قصته ايه ومين أبطاله وايه تفاصيل الحكاية؟ تعالوا معايا. حكايتنا النهاردة عن فيلم رحلة العجايب إنتاج 1974 من بطولة نبيلة عبيد وتوفيق الدقن ومحمد عوض. بتدور أحداث الفيلم حوالين الأسطى عباس اللي شغال في مصنع سيارات، اللي بيتلقى برقية بتخبره بوفاة عمه في أمريكا وضرورة السفر لاستلام نصيبه من الميراث. بيسافر عباس وزوجته أرواح والتقي بمحامي عمه اللي بيقرأ الوصية، ويشترط عمه زواجه من بنته سوزي الأمريكية للحصول على الميراث. لكن سوزان ترفض فكرة الزواج وكذلك عباس لأنه بيحب زوجته، وتتصاعد الأحداث في هذا السياق. والفيلم من إنتاج فترة السبعينات، الفترة اللي كان فيها الأفلام المثيرة الجريئة اللي ضعيفة في القصة ولكن مليئة بمشاهد الإثارة.